السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل لو انت تقدر تعمل سايز كامل او شكل كامل او حجم كامل للصفحة بتاعتك بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا وبأكواد قليلة جدا. الكلام ده احنا ممكن نقدر نعمله بحاجه اسمها الكونتينر والكونتينر فلويد في البوت ستراب. لمسه بسيطه جدا في البوت ستراب بتغنينا عن اكواد كتيره قوي في السي اس اس وبتوفر لنا وقت وجهد. كمل معايا كمان لاخر الفيديو، هعرفك على تركايه جميله بستخدمها في شغلي بتوفر لك كتير قوي في الشغل. تابعنا في كود فيرس اكاديمي عشان تقدر تشتغل برمجه بشكل احترافي وتطور شغلك كل يوم. كمان هتلاقي كل لينكات القناه على السوشيال ميديا موجوده في الديسكريبشن تحت. ما تنساش سبسكرايب. جهز نفسك وحضر لابك ويلا بينا نبدأ. هنتكلم النهاردة عن الكونتينر والكونتينر فلويد. والكونتينر فلويد هي عبارة عن بيلدينج بلوك، يعني بلوك كامل موجود في البوت ستراب. بيبقى ليه البادنج بتاعته وبيبقى ليه تنسيقاته وليه المحاذاة بتاعته بشكل افتراضي. البوت ستراب هو اللي بيحطها لنا. كل ده بيتناسب مع الريسبونسيف، يعني بيتناسب مع شكل الشاشة وحجم الشاشة وعرض الشاشة اللي احنا شغالين عليها. وعشان نعرف الكلام ده يلا بينا نبدأ كود. هقول ديف كده، والديف ده هعمل فيه باراجراف نكتب فيه لوريم اهو، وندوس انتر. وهنيجي في الديف ده هقول له انا عايز اعمل كلاس كونتينر. لما نيجي نبص على كلاس كونتينر هنلاقي ان كلمة كود فيرس اكاديمي اللي انا كاتبها فوق بادئه من اول السطر، لكن الكونتينر بادئه بعد شويه، يعني واخده ازاحه من هنا واخده ازاحه من الناحيه التانيه. معنى كده ان الكونتينر ده بيعمل حاجه، بيعمل وظيفه. فنعرفها ازاي؟ احنا عرفنا ان البوت ستراب في المحاضره الاولى من البوت ستراب ان هو بيأثر على السي اس اس، وبرضه هنسيب لينك المحاضره الاولى في البوت ستراب في الديسكريبشن. لما نعمل كليك يمين انسبكت كده وندخل على البادي وندوس على الديف الكلاس كونتينر، هنلاقي ان هو بيديني مجموعه من التنسيقات سي اس اس اللي البوت ستراب هو اللي بيعملها لي. هنلاقي ان في بادنج رايت وبادنج ليفت، وكمان هنلاقي مارجن رايت ومارجن ليفت. وكمان هتلاقوا لينكات، لينك المحاضره بتاع البادنج والمارجن في السي اس اس برضه هنسيبها لكم في الديسكريبشن بحيث ان احنا نقدر نراجع عليها. التنسيقات دي تنسيقات افتراضيه، البوت ستراب هو اللي بيحطها. الجميل في الموضوع ان انا لو كبرت الصفحه كده ودخلنا على الريسبونسيف من الاداه دي، انا كده بقيت في الريسبونسيف. ممكن بقى نكبر لان احنا هنبقى محتاجين المنظر كله كده. وتعالوا نصغر الصفحه ونكبرها. لو حضراتكم بصيتوا كده هنلاقي هنا ابتدى يعمل ميديا كويري، والكونتينر هنا ابتدى يختلف. ولما نكبر كده هنلاحظ ان هنا حصل اختلاف في التنسيقات. كل ده بين اللي بيعمله البوت ستراب. هنا الكونتينر مش واخد اي ازاحات خالص، في حين ان انا في الشاشات الكبيره والمتوسطه هو واخد ازاحات، والازاحات دي بتختلف بناء على الميديا كويري. فهتلاقي ان هنا في ميديا كويري 768 واخد الماكس ويدز 720، عرض الصفحه كله 720. طب لو انا صغرت شويه هنلاقي هنا الاكواد اختلفت تماما. طب ليه اختلفت؟ لان المقاس اللي انا اشتغلت عليه اختلف، فالكونتينر بيبدأ يختلف معايا بناء على عرض الشاشة اللي انا بعرض عليها. فهنلاقي ان في ميديا كويري 768 اهي، وفي ميديا كويري 576. مين اللي عمل الكلام ده؟ تاني اللي عمل الكلام ده البوت ستراب. احنا كده عرفنا ان الكونتينر بيعمل ازاحه بادنج ليفت ورايت ومارجن ليفت ورايت، لكن في الشاشات الصغيره الازاحه دي بتتشال. جميل جدا.
طب هل في حاجة تانية غير الكونتينر؟ قال لك اه في حاجة تانية غير الكونتينر، اللي هي مين؟ اللي هي حاجة اسمها الكونتينر فلويد. كونتينر فلويد. فنيجي نعمل كده ديف. ممكن هنا نستعين بالالوان، هنعمل بي جي شرطة انفو، نستعين بالالوان عشان الفرق يبان. وهنيجي هنا كده هنعمل ديف، بس المرة دي هنعمل كلاس كونتينر فلويد. كونتينر فلويد. وهنعمل برضو باراجراف، والباراجراف ده هنعمل جواه لوريم وندوس انتر عشان يكتب لنا كلام كتير. وتعالوا دلوقتي نحط هنا لون عشان نشوف الفرق. بي جي شرطة دينجر، باك جراوند باللون الأحمر. شايفين الفرق هنا عامل ازاي؟ هنا مالي الصفحة، هنا في مارجن من هنا ومارجن من هنا، وكمان في بادنج ليفت وبادنج رايت. لكن هنا مفيش المارجن. طب لو كبرت، صغرت، الصفحة ما زالت معايا من الأول للآخر. دي بيسموها الكونتينر فلويد. الكونتينر فلويد. طب تأثير ده في الانسبكت ايه؟ السي اس اس بتاعي عامل ازاي؟ نقف على البادي، ادي الكونتينر فلويد اهو. هنلاقي هنا ان الكونتينر فلويد بتاعي التنسيقات بتاعته واخده برضو في بادنج ومارجن، لكن الويدز واخد 100%. في حين ان انا لو وقفت على الكونتينر مش هنلاقي هنا التنسيقات بتاعتي، القيم اللي محطوطة مختلفة. ليه؟ لان ده ليه تنسيقاته وده ليه تنسيقاته. لما نكبر الموضوع ده يبان اكتر اهو. هنا دي في الكونتينر عمل ميديا كويري، في الكونتينر عمل ميديا كويري، لكن في الكونتينر فلويد مفيش ميديا كويري. مفيش ميديا كويري. يبقى الكونتينر بيتأثر بالميديا كويري، الكونتينر فلويد مش بيتأثر بالميديا كويري. ممتاز. طيب، قال لك في ميزة في الكونتينر، ان انا ممكن اعمل كونتينر يتناسب مع مقاسات الشاشات. ودي حاجة بيسموها الريسبونسيف سايز في البوت ستراب. ريسبونسيف سايز في البوت ستراب، اللي هو ايه؟ ان انا اعمل الديف كده، والديف ده اديله كلاس واقول له كونتينر. كونتينر، بس هروح عامل كده شرطه اس ام. شرطه اس ام. شرطه اس ام دي، اس ام دي اللي هي سمول. الاس ام دي اللي هي سمول. ودي معناها ان في الشاشات الصغيره خالص، اللي هي اصغر من العرض بتاعها اصغر من 576، عرض الديف هيبقى 100%. طب في الشاشات اللي اكبر من 576 واصغر من 768، العرض بتاعها هيبقى 540 بكسل. الكونتينر ده هيبقى العرض بتاعه 540 بكسل. طب في الشاشات اللي من 768 لحد 992، العرض بتاعها هيبقى 720 بكسل. طب في الشاشات اللي من 992 لحد 1200، العرض بتاعها هيبقى 960 بكسل. طب الشاشات اللي من 1200 بكسل لحد 1400 بكسل، عرض الكونتينر ده هيبقى 1140 بكسل. طب في الشاشات اللي اكبر من 1400 بكسل، عرض الكونتينر هيبقى 1320 بكسل. معنى كده ان ده هيأثر في عرض الديف. فلو انا عملت بيه برضو هنا اللوريم كده، ونبدأ نكبر ونصغر، هنلاحظ ان في ابتدى يبقى فيه اختلاف. ليه؟ لان انا هنا حطيت عرض للشاشة. طب انا ممكن اشتغل اس ام دي اللي هي سمول،
ممكن انا اقول له ام دي اللي هي ميديوم، ممكن اقول له ال جي اللي هي لارج، ممكن اقول له اكس ال اللي هي اكسترا لارج، ممكن اقول له اكس اكس ال اكسترا لارج. طب انا المقاسات دي هعرفها منين؟ نقدر نعرفها ببساطه جدا عن طريق موقع البوت ستراب نفسه، الدوكيومنتيشن بتاع البوت ستراب نفسه. تعالوا هنعمل كده، بوت ستراب ليتست فيرجن، اخر اصدار في البوت ستراب، ندوس عليه كده، ندخل اهو، هنجيب الدوكس، هنلاقي عندنا هنا ادي الكونتينر. كبر الصفحه، ادي الكونتينر. لما ندخل على الكونتينر هنلاقي المقاسات كلها، وبيديني مقاس كل واحده فيهم بيبقى شكله عامل ازاي في الصفحه بتاعتي. نخلي بالنا هنا ان الكونتينر كونتينر سمول، كونتينر ميديوم، كونتينر لارج، كونتينر اكس لارج، كونتينر اكس اكس لارج، وبعد كده الكونتينر فلويد اللي احنا عملناها اللي هي 100% في جميع انواع الشاشات. لكن دول بيتحكم على حسب الشاشه انت في انه ميديا كويري فيهم. ده كده شرح للكونتينر والكونتينر فلويد. تعالوا بقى لكم على التركايه اللي ممكن نعملها في الشغل بتاعنا. احنا ممكن نيجي في الشغل بتاعنا ونروح عاملين كده ديف. الديف ده هياخد كلاس كونتينر شرطه فلويد، نعمل بي لورم. لحد دلوقتي مفيش حاجه جديده، وتعالوا نديها لون مختلف. هنديها بي جي باك جراوند شرطه، وليكن دارك، دارك، والتكست شرطه لايت، عايزه لون فاتح. فكده باين اهو. لو انا جيت دلوقتي، ده دلوقتي واخد ايه؟ ده دلوقتي واخد، تعالوا نكرر ده كده كذا مره، البي ده كذا مره، دول كده كلهم كونتينر فلويد. لو انا جيت في النص كده ورحت عامل كده ديف، والديف ده رحت مديله كلاس كونتينر، كلاس ايه؟ كونتينر. تعالوا نصغر كده شويه ونكبر دي شويه. جيت هنا رحت عامل كلاس كونتينر، وعملت هنا، كتبت هنا البي جوه الكلاس الكونتينر ده. هنلاحظ هنا ان كلهم واخدين كونتينر فلويد الا اللي في النص واخد كونتينر بس. يبقى انا اقدر احط جوه الكونتينر، اقدر احط جواه كونتينر فلويد، وجوه الكونتينر فلويد اقدر احط كونتينر، فاقدر اتحكم في شكل الصفحه بشكل عام وبمرونه كبيره وبشكل سلس من غير ما اتعب نفسي في اكواد السي اس اس. كده احنا عرفنا يعني ايه كونتينر وبيشتغل ازاي. اتمنى ان المحاضره تعجبكم. ما تنسوش السبسكرايب والشير واللايك. اشوفكم في فيديوهات تانية. السلام عليكم.